أهلا بيكم في شرح جديد. يلا بينا نتخيل سيناريو كده. بقالنا شهور بنخطط لأجازة في ألمانيا، حجزنا فندق صورته على النت تحفة، وخلاص مستعدين لأسبوع كله راحة واسترخاء. الحماس طبعا في السماء. بس للأسف أول ما بنوصل الفندق بنتفاجأ إن الواقع حاجة تانية خالص. الأوضة مش زي الصور، النظافة صفر والخدمة سيئة جدا. يعني من الآخر الحلم اتحول لكابوس. السؤال بقى، نعمل إيه؟ إزاي نشتكي بألماني ونوصل لهم قد إيه إحنا متضايقين؟ هو ده اللي هنعرفه سوا النهاردة. عشان نعرف نشتكي صح لازم نبدأ بأهم عائلة كلمات بنستخدمها عشان نعبر عن الغضب، وهي عائلة كلمة إعجا. الكلمة دي بتيجي بكذا شكل وكل شكل ليه استخدام معين. يلا بينا نفهمهم شكل شكل. أول واحد معانا هو الاسم der Ärger، وده بنستخدمه عشان نوصف المشكلة نفسها. بصوا كده على المثال ده: Mit diesem Hotel gibt es immer nur Ärger. يعني لو هنترجمها كده، الفندق ده ما بيجيش من وراه غير المشاكل. بالظبط كده، بتوصف مصدر الإزعاج نفسه. نيجي بقى للشكل التاني وهو الفعل sich ärgern، وده معناه إن الشخص نفسه اتضايق أو زعل. هنا بنتكلم عن الشعور بقى مش المشكلة. شوفوا المثال: Ich habe mich geärgert, weil das Zimmer sehr klein war. يعني أنا اتضايقت عشان الأوضة كانت صغيرة قوي. هنا أنا بتكلم عن إحساسي أنا ورد فعلي. وآخر شكل في العيلة دي هو الصفة ärgerlich، ودي بقى بنوصف بيها الموقف نفسه. بنقول إن الموقف ده يضايق أو مزعج. تخيلوا الحوار الصغير ده، واحد بيقول الفندق وحش قوي، فأنت ترد عليه وتقول Das ist aber ärgerlich، اللي هو فعلا ده موقف يضايق جدا. تمام قوي، كده عرفنا إزاي نعبر عن إحساسنا بالضيق بشكل عام. الخطوة الجاية بقى إننا نوصف المشكلة نفسها اللي شايفينها بعينينا، وهنفترض إن أكبر مشكلة في الفندق هي إن الأوضة مش نظيفة. هنا بقى محتاجين كلمة قوية ومباشرة، وهي كلمة dreckig. الكلمة دي مش مجرد متسخ، لأ، دي معناها قذر. كلمة ليها وزنها وتقيلة، ممكن نوصف بيها الفندق كله زي المثال ما بيقول Das Hotel war sehr dreckig، يعني الفندق كان قذر جدا. وممكن كمان نستخدمها بشكل محدد أكتر ونقول Die Zimmer waren alle dreckig، يعني الأوض كلها كانت قذرة. شايفين إزاي الكلمة صريحة وبتوصل المعنى على طول من غير أي تجميل للكلام. وصفنا المشكلة المادية، دلوقتي بقى نيجي لمستوى أعمق شوية في التعبير، وهو إننا نعبر عن خيبة الأمل وعدم الرضا. دي كلمات بتدي للشكوى بتاعتنا تقل أكتر. عشان نعبر عن خيبة الأمل هنستخدم كلمة enttäuschend. شوفوا المثال ده: Ich finde das Hotel ist eher enttäuschend. معناها أنا شايفة إن الفندق ده مخيب للأمال بصراحة. هنا أنا بوصف الفندق نفسه هو اللي سبب لي خيبة الأمل دي. والحلو في كلمة enttäuschend إنها مرنة جدا، يعني ممكن نستخدمها عشان نوصف الأجازة كلها على بعضها مش بس الفندق. زي ما نقول Der Urlaub war sehr enttäuschend، يعني الأجازة كلها كانت مخيبة للأمال جدا. طيب لو عايزين نقول إن شخص معين هو اللي مش راضي أو مش عاجبه الوضع، هنا بنستخدم كلمة تانية ومهمة قوي وهي unzufrieden. لاحظوا المثال ده: Mein Mann ist mit dem Zimmer unzufrieden، يعني جوزي مش راضي عن الأوضة. وناخد مثال تاني عشان المعلومة تثبت: ماريو ist unzufrieden mit seinem Zimmer، معناها ماريو مش راضي عن أوضته. شايفين كلمة unzufrieden دايما بتوصف شعور الشخص نفسه، حالة عدم الرضا اللي هو حاسسها. وهنا بقى نوصل لأهم نقطة: إيه الفرق بين enttäuschend و unzufrieden؟ الخلاصة بسيطة جدا. enttäuschend بتوصف الحاجة اللي سببت خيبة الأمل، زي ما بنقول الفندق مخيب للأمال. أما unzufrieden فدي بتوصف شعور الشخص، زي ما بنقول أنا مش راضي. واحدة للشيء والتانية للشخص. وبكده بقى معانا زي ما بنقول شنطة عدة لغوية كاملة، مجموعة كلمات قوية وواضحة نقدر نستخدمها وإحنا واثقين من نفسنا عشان نعبر عن أي مشكلة في فندق أو أي موقف تاني يضايقنا. يلا نراجعهم على السريع. Der Ärger دي المشكلة نفسها. sich ärger يعني الشخص نفسه اتضايق. ärgerlich يعني الموقف مزعج. dreckig يعني قذر. enttäuschend بنوصف بيها الشيء اللي خيب أملنا. وأخيراً unzufrieden بنوصف بيها الشخص اللي مش راضي. يا رب يكون شرح النهاردة كان مفيد وقدم لكم الأدوات اللي ممكن تحتاجوها. الهدف دايماً إننا منخافش من المواقف الصعبة دي، بالعكس دي فرصة نمارس فيها اللغة.
لو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد واستفدتوا منه وعايزين تشوفوا شروحات أكتر لمواقف حياتية زي دي، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. كل مرة بنتعلم إزاي نستخدم الألماني في مواقف حقيقية. أشوفكم الشرح اللي جاي.